سلام البنات، سلام يا الغاليات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا صافا الحمد لله. مرحبا بكم معايا في قناتنا استيوس باي امال وفي فيديو جديد. الفيديو تاع اليوم حبيباتي راح يكونوا عباره على وصفتين رمضانيه. الوصفه الاولى اللي هي عباره على اللحم مجمر، يجي بزاف بنين ويحمر الوجه، خاصه الا كانوا عندك ضياف يعني تحطيه بطبع وشان وتاني قراف بنين. والوصفه الثانيه اللي هي عباره على التحليه اللي توجد في 5 دقائق بدون فرن، ما طيبي حتى حاجه فيها. يلا نبداو الفيديو تاعنا. وقبل ما نبداو اللي مازال ما دايره ابوني دير ابوني وتفعل الجرس، تخلي لي جيم كومونتير هكا حبيباتي باش تزيدوا تدعموني ونزيد نتشجع ودايما نحط لكم الوصفات الخفاف والبنان اللي تحبوهم نتوما. يلا نبداو حبيباتي على بركه الله باول وصفه اللي هي اللحم مجمر حبيباتي. واش نسحقوا فيه؟ في القدره تاعنا تاع الطين ولا تاع الفخار ولا الطاجين، يعني واش كان عندكم ديروا شويه تاع الزيت وانا زدت شويه تاع الشحم، باسكو اللحم ديالي ماشي مشحم والوصفه هذه تحب اللحم يكون شويه فيه الشحم. نتوما الا كان اللحم تاعكم فيه الشحم اللهم بارك، سينو ديروا شويه شحم، ولا ما كانش عندكم ديروا شويه تاع السمن. ومن بعد حطوا لي مورسو تاعكم تاع اللحم، ماذا بكم قطعوهم شويه كبار، باسكو كي يبدا يطيب يعني يتكمش ويولوا هذوك المرصوات صغار بزاف. الوغ هنا قطعوهم يكونوا شويه كبار وحسب الرغبه ديالكم حبيباتي. قلوا اللحم تاعكم مده 5 دقائق وانتم تقلوا فيه، برك الزيت تاعكم لازم تكون سخونه باش كي تحطوا اللحم تاعكم تسمعوا هذيك فش، باش هنايا اللحم تاعكم يجيكم طري ويجيكم بنين، هذيك العصاره تاعو تبقى لداخل وما تخرجش. لو كان تخرج راهو رايح يجيكم ناشف كلي راكو تاكلوا في الكرتون. يعني هذا سر من الاسرار باش يجيكم اللحم تاعكم بنين ويتفتت وحده ويطيب زبده. زدت له حبه تاع بصل كبيره اللي كنت قطعتها شرائح، ستفتها من الفوق، وزدت حبه طوماطيش حتى هي قطعتها دوائر رقيقه وستفتها تاني فوقه، باش هنايا هذاك البصل والطوماطيش من بعد راهم رايحين يذوبوا ويولوا ما يبانوش كامل. زدت لهم الثوم، 2 فصوص تاع الثوم كبار قطعتهم تاني دوائر وحطيتهم فوق الطوماطيش يعني يعطي بنه. ودرت الملح، وهنايا عاودت غلقت عليهم وخليتهم يتقلاو واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه واحد اخرين على نار قليله كامل، يعني نقصوا النار افا وخلوهم يطيبوا غير في هذيك لافابور وهذاك الماء اللي يطلقوه. هنايا بعد ما حليت عليهم شوفوا واش لقيت، يعني لقيت هذاك الماء تاع البصل وتاع الطوماطيش كامل يعني خرج، وهذا الماء هو اللي راهو رايح يطيب لنا فيه هذاك اللحم. لحد الان مازال كامل ما درتش الماء، قلبتهم هكا شويه شويه. ومن بعد رحت درت التوابل اللي هما راس الحانوت، شويه تاع الكمون، عود قرفه، وشويه تاع الكركم. درتهم كامل وراس وفلفل الاحمر نسيتو، فلفل الاحمر ديروا كامل شويه شويه، يعني اللحم ما يحبش بزاف التوابل يعني ما تكتروش بزاف. والملح كنا درناه في الاول كيما شفتوا. خلطتهم كامل مليح وعاودت غلقت عليهم وخليتهم يطيبوا. للامانه راح لي مقطع صغير كي درت الورقه تاع الرند، ودرت حوالي فنجال تاع الماء، ما تكتروش الماء باسكو الطبق هذا ما يجيش فيه الماء كامل، يعني يطيب بالماء تاع البصل وتاع الطوماطيش والماء تاع اللحم اللي يطلقوا شويه. تما هنا ديروا غير فنجال صغير برك تاع الماء باش تتاكدوا باللي ما راحش يلصق لكم، ما راحش ينشف لكم، وتجيكم توت بيتيت صوص هكايا اللي تقدروا تاكلوه بها. عاودت غطيت عليه حبيباتي ونقصت النار افو، خليته يطيب مده تقريبا ساعه ونص وهو يطيب. تحليت عليه لقيت هذاك اللحم تاعي طاب ما شاء الله. زدت له رشه تاع المعدنوس كيما راكم تشوفوا، وبالف صحه وهنا. هنا تحبوا ديروا معاه لي فريت اللي هي البطاطا المقليه، تحبوا ديروا معاه الرز، تحبوا ديروا معاه اي حاجه تحبوا تزيدوها معاه تجي هايله. تقدروا ميم ديروا لداخل دي شامبينيون تاني ترموهم لداخل يجي ما شاء الله. هنايا حبيت نشارك معكم الطاوله ديالي الرمضانيه حبيباتي اللي كنت فيها حريره تلمسانيه، كنت شاركتها معكم ديجا من قبل وراني حطيت لكم عليها ان فيديو. درت البريك بالدجاج والبيشاميل، جا ما شاء الله خفيف ويعني وبنين بزاف. درت هادو المملحات بخبز التوست، بصح صراحه ما جاوش يعني بنان كيما كنت نستنى فيهم. كنت شفتهم عند وحده قلت نجربهم، فينالمون يعني جاو ملاح بصح ما همش يعني بنان بزاف، ما حبيتش نشاركهم معاكم. كانت عندي ان سالاد ديغي نهار من قبل كنت درتها، والطبق ديالي اللي هو اللحم المجمر جا ما شاء الله. انا زدت معاه لي فريت البطاطا المقليه بصح ما حطيتهاش انا، باسكو احنا اصلا يعني الطبق تاني ما ناكلوهش سوا مع المغرب، يعني ناكلوه من بعد شويه يجوزو زوج سوايع ولا 3 باش ناكلو الطبق تاني. لهذا خليتها حتى كي جينا ناكلو باش قليت شويه تاع البطاطا. وهذه هي طاولتي المتواضعه. دوكا حبيباتي ندوزو للتحليه اللي ما فيها والو وفي 5 دقائق توجدوها. انا كنت شريت هاد لاموس او شوكولا،
ماشي شرط يعني تشرو هاد لا مارك، اي مارك تاع موس وشوكولا اللي يتباعوا واجدين. نسحقوا شويه حليب، كان عندي مادلين ولا اي كاطو عندكم في الدار، وكانت عندي شويه تاع الاناناس تاع العلب. نتوما الا ما عندكمش تقدروا ديروا لا فريز، رانا في وقت لا فريز دركا، تقدروا ديروا البنان، تقدروا ديروا اي حاجه عندكم متوفره في الدار. نسحقوا 250 ملي تاع الحليب، وهذاك الباكي تاع لاموس وشوكولا رميتهم، طلعتهم كامل بالباتيغ حتى تحصلت على الموس. حكمت لي غامكان تاعي ودرت فيهم هذاك المادلين، فتتو كامل رقيق رقيق، وحكمت شويه من هذاك الجو تاع لي زانانا، و يعني سقيت به هذوك لي مادلين باش ما يجونيش ناشفين، وباش كي ناكلو يعني الحاله تجي رطبه. ومن بعد حكمت قطع تاع الاناناس، قطعتهم صغار صغار وزدت درتهم فوق هذاك المادلين باش كي ناكلو يعني نلقاوه. ومن بعد جبت هاد لاموس ديالي اللي تتحصلوا عليها بهذا القوام. نتوما الا حبيتوها تكون شويه شاده روحها على هكا، ما ديروش 250 ملي تاع الحليب، ديروا 200 باش تجيكم شويه شاده روحها على هكا. ولا حبيتوها يعني تكون فريمون خفيفه، ديروا 250. جيبوا شويه وبداو تحطوا فيها في لي غامكان تاعكم، عمروهم كامل وسقموهم مليح من الفوق باش يعني الشكل تاعهم يجي شباب. انا لا مستعير راهي بزاف خفيفه، جات هايله يعني صراحه، جات بزاف بنينه. قلت لكم ماشي شرط يعني تشرو هذيك لا مارك، اي مارك عندكم تلاقيتو بها اشروها. انا يعني هذه عجبتني. من الفوق شبحت بشويه شوكولا غابي، وزدت لهم قطع صغيره تاع الاناناس. كان عندي شويه تاع الشيبس ولي ماكارون حطيتهم. وهذه هي السهره تاعنا، يعني كانت خفيفه ظريفه. ان شاء الله حبيباتي تكون عجبتكم الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكونوا عجبوكم الوصفات، خاصه التحليه البنات بزاف سهله، ويعني في 10 دقائق ميم با في 5 دقائق توجدوها. تحطوها تبرد على الاقل ساعتين باش تاكلوها، يعني تجيكم بنينه وتجي خفيفه بزاف. هنايا راني نوري لكم كي كنت ناكل ندوق فيها ونعطي او ميم طون في رايي، يعني صراحه عجبتني. قلت لكم ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا. ما تنساوش تخلوا لي جيم وكومنتير، ونقول لكم نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.